انا احمد عز ودي مستشفى الاوبل. النهارده هقول لكم ليه العربيات بتجيب كنترول فتيس، خاصه الاسترا جي والكروز. الكام يوم اللي فاتوا دول مع الحراره العاليه بتاعه الجو، كل العربيات دي نسبه كبيره قوي قطعت كنترول فتيس. تعال اقول لك ليه بقى. اول حاجه ان حضرتك ما تغيرش زيت الفتيس في ميعاده المظبوط. تاني حاجه ان حضرتك لما تيجي تغيره، حتى لو غيرته في ميعاده المظبوط بتغير نص الكميه، ما بتغيرش الكميه كلها. العربيات دي بتاخد من 8 ونص ل 9 لتر، حضرتك بتغير 4 لتر، 4 لتر ونص، ماكسيموم 5 لتر. العميل ازاي بيستوعب، او احنا كبني ادمين ازاي بنستوعب فكره ان انا احط زيت جديد على زيت قديم واقول ان الدنيا كده تمام؟ لكن الفتره الاخيره العميل بقى عنده قناعه، بقى مغمض وماشي على اساس ان هو لا، انا ما بغيرش الزيت كله مره واحده ابدا، الفتيس هيبوظ لو الزيت كله نزل من الفتيس. هو خلاص يعني حجم الهري اللي اتهرى في القصه دي وحجم المعلومات الغلط اللي اتقالت في الموضوع ده كتيره جدا، لدرجه ان الناس خلاص بقت متخيله ان هو لو غير الكميه كلها بتاعت الزيت اللي جوه الفتيس مش هتطلع يطبخ. يا سيدي بعد اذنك روح غير زيت فتيس كاملا كاملا. حل الفتيس من العربيه بتاعتك، حله. الناس اللي عدت ال 150,000 كيلو، الناس اللي عدت ال 180,000 كيلو، بعد اذنك روح شيل الفتيس كله من العربيه، فوره. انا بقول لك فككه من بعضه كده، غير له فلتر زيت، غير له الزيت، واتفرج على العربيه، اداء العربيه بعد ما بتعمل الشغلانه دي هيبقى عامل ازاي. نصيحه لله، روح غير زيت عربيتك بشكل كامل. خلي يعني تعالى مستشفى الاوبل يا سيدي، احنا نحل لك فتيسك يا سيدي. ما عندناش، مش بقول لك روح لبتاع فتايس، تعالى عندنا هنشيل لك الفتيس بتاع العربيه، هننضفه لك وهنغير لك فلتر الزيت، واتفرج على اداء العربيه بعد ما بنعمل لك الكلام ده. اي مشكله داخليه جوه الفتيس بنحلها لك، اي حاجه لسه بادئه ان هي يحصل فيها مشكله بنعملها لك. الكنترول بيبوظ بسبب ان الزيت بتاع الفتيس المفروض ما يكونش عدى عليه خمس سنين. يعني احنا دايما بنقول زيت الفتيس جوه الثلاجه 5 سنين، بعد ال5 سنين زيت الفتيس باظ. ويجي الناس تقول لك ايه، العربيات بتجيب كنترولات فتيس، لكن حضرتك اللي بتحط عيشه على ام الخير، زيت نظيف على زيت وسخ، وعايز العربيه تمشي احسن حاجه. حضرتك عايز تمشي بالزيت بتاعك 5 6 سنين، يفقد كل المواصفات ويفقد كل حاجه، وعايز برضه العربيه تمشي احسن حاجه. في النهايه ارجع واقول لك بعد اذنك غير زيت الفتيس بتاعك بالمواصفه المظبوطه بتاعته اللي هي الدكستروم 6. بعد اذنك لما تيجي تغير زيت الفتيس غير زيت الفتيس كاملا، ما تغيرش نصه وتسيب نصه. لو انت مستكتر على نفسك انك انت هتدفع افريج حوالي 5000 جنيه في 8 9 لتر زيت فتيس، فده كتير. فانت حضرتك هتدفع قصاد منهم فتيس كامل مثلا مينيموم 30,000 جنيه. كنترول فتيس النهارده بحوالي 15 ل 16,000 جنيه، وهتغير معاه زيت فتيس. حضرتك بتتكلف هي نفس التكاليف بلس المشكله اللي حصلت عندك، سواء كانت كنترول او فتيس كامله. سيبك من اي هري بيتقال لك، سيبك من اي كلام ملوش اي اساس من الصحه. انزل كيلو كيلو وطلع كيلو كيلو، سيبك من كل ده. انا احمد عز ودي مستشفى الاوبل. ما تنساش لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك مستشفى الاوبل احمد عز بالعربي، سبسكرايب للقناه بتاعتنا على يوتيوب مستشفى الاوبل احمد عز. اشوفكم على خير، باي باي.